ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة بقى هنعمل وصفة سهلة جدا وسريعة وجميلة وطعمها تحفة. هنعمل الكانيلوني بالفراخ تحفة، هتاكلوا صوابعكم وراه. ما تنسوش لايك للفيديو وشاركوه مع اصحابكم، وما تنسوش اللي لسه ما اشتركش في القناة بسرعة يشترك عشان لسه في وصفات كتيرة مع الشيف بطوطة. اول حاجة، في طاسة سخنة على النار بنحط معلقة كبيرة سمنة. هننزل بقى بفصين توم مقطعينهم مكعبات صغيرة، وننزل بفراخ مفرومة ناعم. هنقلب بقى كده كويس لحد ما الفراخ تتشوح معايا. هنحط بقى بهارات فراخ، فلفل اسود، رشة حبهان، 7 بهارات، رشة قرنفل. هنديهم تقليبة حلوة كده. هننزل بقى بالبصل بتاعنا، رشة بابريكا والملح. وطبعا في الاخر بعد ما بتستوي بنظبط حياء الملح. حطينا بقى معلقتين زيت، وهننزل بميه سخنه بتغلي عشان الفراخ بقى تفرفر معانا كده وتبقى جميله. بصوا بتغلي بقى وتستوي. هننزل بقى بمكعبات طماطم تاخد بس غلوه كده مع الفراخ، وهنبتدي ننزل هنديها تقليبه، ونبتدي ننزل بالفلفل الالوان. النهارده قلنا نغير ونعمل حشوه مختلفه. كده الحشوه معايا بقت جاهزه. هنبتدي بقى نعمل البشاميل بتاعنا. عندنا لتر ونص لبن، عليهم 3 معالق كبار دقيق. ممكن تستعملوا لبن لتر ونص لبن، وممكن تستعملوا لتر لبن ونص لتر ميه. تمام. هنديهم بقى، هنرفعهم على النار بعد ما الدقيق داب معايا كويس. هنديله معلقه كبيره سمنه، وهنديله مكعب مرق الدجاج، وهنملحه، وفي الاخر رشه جوز الطيب. في صينيه بقى اللي هنحط فيها عندنا مدهونه بالسمنه. هنحط بقى البشاميل لازم يبقى خفيف معايا. حطيت البشاميل في قعر الصينيه، وبحط من الصوص عليه، من الصوص بتاع الحشوه. هبتدي بقى احشي الكانيلوني بتاعي وهرصه في الصينيه زي ما انتم شايفين. هو انا جايبه المكرونه ما بسلقهاش، تمام، هي من العلبة على طول. حشيتها ورصيتها في الصينية. هحط عليها البشاميل، عشان كده البشاميل معايا لازم يبقى خفيف جدا. عندنا بقى فرن سخن جدا مشغلينه على درجة حرارة 200. هنرفع اللي في النص، هندخله، واول ما يبتدي المكرونة تستوي معايا بشيل الفويل واطلعها، واحط الجبنة الموتزاريلا. عايزين تحطوا شيدر براحتكم. بقت جاهزة معانا تحفة. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة، ونتقابل في وصفة جديدة مع شيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.